بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وسبحوا ربنا سبحانه وتعالى واستغفروا، والا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تزيد البركة عندك ويزيد الرزق ويزيد الستر ويزيد الصحة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دي البسبوسة بالحبة الكاملة او بالدقيق اللي انت طحنتيه، الدقيق البلدي العادي الفلاحي اللي عندنا، دقيق الحبة الكاملة. القمح طحناه بالردة بتاعته، الردة بتاعته يما اتعملت كده وزجناها بالشربات جميلة جميلة جميلة. وعملتها قبل كده الزلابية برضو بالحبة الكاملة بدقيقة من غير ما احللها بالردة بتاعتها، جميلة جميلة جميلة. وفي نفس الوقت صحية. طريقة الطيبات أو نظام الطيبات صحيح لأن جميلة وصحية، لأن الردة دي حلوة خالص للمعدة وحلوة للهضم وللقولون يعني للصحة عامة يعني. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوف الجمال، شوف الروعة، ما شاء الله ما شاء الله. البسبوسة عامة طالما شربت الشربات بتاعها، طالما شربت الشربات بتاعها يبقى تمام، يبقى كده ناجحة. سواء عملتها بأي طريقة، أي طريقة عملتيها بيها، طالما شربت الشربات بتاعها. ولازم الشربات بتاعها يبقى سخن زي ما انت شفتي ان انا زجيتها بالشربات بتاعها. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شربتها لآخر حباية جميلة جميلة جميلة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بشوية مية وشوية دقيق عملنا أحلى بسبوسة وفي الفرن الفلاحي. شوف البساطة، شوف الرضا، شوف ما شاء الله ما شاء الله، شوف الجمال، شوف منظر الفرن الفلاحي وهو شغال كده، والريحة مالية البيت كده. حاجات جميلة، حاجات فيها كده، فيها رضا. اللي بيرضى ده ربنا بيبارك له، وربنا بيرضى عنه، وربنا بيزيده. والحمد لله رب العالمين، فضل ربنا كتير علينا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوف متعة كده وانت مولع الكانون، ودون بغض النظر عن اي حاجة، راحت بال كده، فيه هدوء وفي رضا وفي بركة وفي زيادة في الرزق ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. زي ما بقول لكم علشان راضيين واحنا الحمد لله رب العالمين. مفيش احلى من عيشة الريف المصري وعيشة الريف والناس البسيطة، الناس اللي طالعة على الفطرة. مفيش احلى منها. ادي الفرن الفلاحي الواجب في البيت، والفرن الطين ده بشوية طين من الغيط، حاجات غير مكلفة خالص، وفي نفس الوقت حاجات صحية ومفيدة وجميلة ومالية بيتك رزق. بتقومي بشوية مية وشوية دقيق عملتي احلى بسبوسة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفة البسبوسة؟ شايفة وهي طالعة من الفرن؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوية دقيق حطينا عليهم، شوية دقيق وحطيت عليهم معلقتين جوز هند. مش عايزة تحطي جوز هند براحتك. وحطيت نص معلقة فانيليا ومعلقتين سكر ومعلقتين جوز هند. عايزة تحطي جوز هند تحطي، مش عايزة مش عايزة. ومعلقة نص، يعني معلقة صغيرة أو نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، بس مش أكتر من كده. ورحت لفاهم بالمية، بس المية كانت دافية، يعني دفيت المية كده ولفيتهم بيها، مش عجنت، لفيتهم بس لف كده. وفردتهم في الصينية ودهنت الصينية زبدة، وحطيت على الوش حتة زبدة كده، وخلاص على كده. وحطيت في العجينة معلقتين سمنة بلدي، مش اكتر من كده. ادي البسبوسه. والشربات كان سخن، طلعت من الفرن زجيتها بالشربات. طالما شربت الشربات يبقى ما شاء الله جميله جميله جميله.